هو انت ايه اللي بتعمليه ده كله يا سعاد؟ طب سكاتة وما سكتش، مع انها ممكن تجيب له نزله معويه وساعتها مش هتلامي خالص، وكل شويه والتانيه بترضعيه وده هيزود مع المغص وعايزاه يزيد في الوزن، وكل شويه والتانيه توزنيه وبيزيد في الوزن، وعايزه تدخلي له لبن صناعي. انت عارفه ان اللبن الصناعي ده معمول من لبن البقر؟ يعني ده هيزود معاك المغص اكتر. وطبيعي الطفل في اول 3 شهور بيمغص، بيروح ويجي عادي. بعد كده انت بتهزيه ليه كده؟ ده خطر على مخه على فكره. طب جربتي طيب تغيري له الحفاضه؟ يمكن يكون عنده تسلخات. وبعد كده انت التوتر والقلق اللي انت فيه ده مش هيخليكي تنامي اصلا، وده هيقلل لبنك وهيقلل لبنك، وبعد ما يقلل لبنك يقلل وزنه، وبناء عليه كل اللي احنا خايفين منه هيحصل. ما تتعلمي من ابويا يا سعاد.